السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير. أهلا ومرحبا بكم في قناتي خواطر دكتور وائل. استكمال للحلقات اللي احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده من أجل إنسان أفضل. هنتكلم النهاردة في موضوع مهم وهو ماراثون الثانوية العامة. بقول للشباب وبقول لأبنائنا الطلاب: ما لا يدرك كله لا يترك كله. حد هيسألني يعني إيه؟ أقول له: حضرتك أنت عندك مجموعة من المواد أنت بتمتحنها. المواد دي، كل مادة، دي نصيحتي ليكوا لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، كل مادة حضرتك بتمتحنها بعد ما ترجع من الامتحان بتعمل عملية مراجعة. حليت ازاي؟ حققت نتائج ازاي؟ حضرتك قدرت ان انت تحل كويس؟ كان في معوقات في الامتحان ما كانش بالسهولة الكافية، او ان كان في بعض الاسئلة الصعبة على حضرتك. كل دوت مهم. نصيحتي لحضرتك: هتقعد مع نفسك، هتراجع الامتحان او هتراجع مع استاذك في المادة، ثم بعد كده تتغدى، تاخد دش، تنام، وتصحى تكمل المادة اللي بعدها. ما لا يدرك كله لا يترك كله. للأسف الشديد عند بعض أبنائنا الطلاب، في أول مادة امتحانها لو كان فيها شيء من الصعوبة بيبتدي إن هو يفكر فيها، بيبتدي إن هو يقول: أنا ما حلتش كويس، بقيت الامتحانات هتيجي بصعوبة، مش هقدر إن أنا أحقق نتائج كويسة أو إن أجيب مجموع كبير. أنا بقول لحضرتك يا فندم: ما تفكرش كده. كل مادة هي وحدة بذاتها، كل مادة هي حلقة منفصلة عن الحلقات الأخرى وعن المواد الأخرى. فحضرتك بعد ما تخلص كل مادة وبعد ما تخلص كل امتحان، راجع زي ما قلت لك، وتقلب صفحة بتاعة المادة دي وتفكر في المادة اللي بعدها. لكن لو حضرتك فضلت ان انت من اول امتحان لغاية اخر امتحان بتفكر في اول مادة انت امتحنتها، حضرتك مش هتحقق النتيجة المرجوة. حضرتك مش هتحقق الدرجة اللي انت تأمل فيها واللي اهلك بيأملوا فيها. مش هتقدر توصل للكلية اللي حضرتك عايزها. ومش بقول بس ده لأبنائنا في الثانوية العامة، ولكن أنا بتكلم لجموع الشباب كلهم. حضرتك حقق هدفك، اشتغل عليه، ولكن بعد كل فترة لازم ان انت تشوف ايه الايجابيات، لازم ان انت تشوف ايه السلبيات عشان تقدر ان انت تتلافاها، عشان تقدر ان انت تتغلب عليها. لكن لو فكرت في حاجة واحدة، لو انت اشتغلت على هدف واحد وما حققتش فيه نتائج او فيه معوقات او فيه صعوبات قابلت حضرتك، فانت مش هتقدر تكمل حياتك. فنصيحة انا بكررها تاني لابنائنا الطلاب: ما لا يدرك كله لا يترك كله. حضرتك ركز في الحاجة اللي في ايدك دلوقتي، بعد ما تخلصها راجع، اقلب الصفحة بتاعتها، فكر في الحاجة اللي بعد كده علشان تقدر في النهاية ان انت توصل للي انت عايزه، تحقق اللي انت عايزه. احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنسعى، والنتيجة والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. اتمنى كل النجاح، اتمنى كل التوفيق لابنائنا الطلاب. كل عام وحضراتكم بخير، ويا رب ان شاء الله بنهاية موسم او بنهاية ماراثون الثانوية العامة نغني كلنا لابنائنا الطلاب: الناجح يرفع ايده. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم دايما على خير. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.